الاتحاد والإسماعيلي، لقاء بين فريقين عريقين جماهيريين، مقام على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن فعاليات الأسبوع رقم 17. الاتحاد يأتي في المرتبة السادسة ب26 نقطة، والإسماعيلي متزيل الجدول ب13 نقطة. بدأ الاتحاد اللقاء بتشكيلة مكونة من المهدي سليمان لحراسة المرمى، 4 باكات، هشام صلاح، خالد صبحي، محمود علاء، وصبري الرحيل. قدامهم 2 ديفندر، محمد محمود ومورو ساليفو. تشادو سترايكر إبراهيم حسن، خالد الغندور، وأحمد عادل ميسي. وقلب الهجوم كريستوفر موبلول. وأما الإسماعيلي فمثله لحراسة المرمى محمد فوزي، 4 باكات، كريم عرفات، محمد هاشم، محمد نصر، محمد سوقي. 4 في وسط الملعب، محمد مخلوف، محمد حسن، عماد حمدي، وعمر الساعي. ومعاهم فراس الشواط ومحمد الشامي مهاجمين. اللقاء كان بتحكيمه محمد الصباحي حكم ساحة، معاه 2 مساعدين، هشام الدسوقي، محمد عزازي، والحكم الرابع محمد العتباني. حكام الفار محمد عباس ويوسف البساطي. شهدت المباراة تواجد جماهيري كبير، سواء من الإسماعيلية قادمين إلى الإسكندرية أو جماهير الاتحاد السكندري. بداية سريعة وهدف سريع مباغت يسجله متخصص التسجيل في مرمى الاتحاد السكندري محمد الشامي. في الثواني الأولى من اللقاء تتلعب له الكرة طولية، يضرب الدفاع ويعدي، وقف محمود علاء ومن معه على أنها تسلل، لكن الفار أعلن وقال أنه هدف. الكرة انفرد بها محمد الشامي بمرمى المهدي سليمان، سددها، جاء تصدى لها المهدي بطريقة خاطئة، عادت مرة أخرى لمحمد الشامي الذي وضعها، ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت إلى المرمى مسجلة هدف. هذا الهدف رفع من معنويات لاعبي الإسماعيلي اللي بيحتاجوا بقدر الإمكان للفوز بأي شكل، جعلهم يقاتلون في أرض الملعب، يعودون للدفاع ويقفلوا أرض الملعب بشكل كبير جدا. في نفس التوقيت وضع لاعبي الاتحاد في ارتباك معنوي كبير. تجد أن لاعبي الاتحاد السكندري رغم أن أدائهم هذا الموسم مميز جدا، لكن هذا الهدف نزل عليهم كالصاعقة وجعلهم يؤدون هذا الشوط بشكل مرتبك بشكل كبير جدا. يمكن أفضل الكرات كانت في الدقيقة 33 عندما اتلعبت الكرة رأسية من محمد محمود، مرت بجوار القائم. يمكن دي أكتر كرة في الشوط الأول لنادي الاتحاد السكندري. كانت هناك محاولات، لكن منتصف ملعب الإسماعيلي بقيادة عماد حمدي ومحمد حسن كانوا بالمرصاد لأي تحركات. كانت تحركات محمد الشامي فيها خطورة، ظهر العصبية على لاعبي الاتحاد السكندري وبخاصة أحمد عادل ميسي في أدائه في هذا الشوط. شوط كان صعبا على أصحاب الملعب، شوط برد وسلام على الضيوف حتى الآن الذين يرغبون في العودة للفوز والتعود على الفوز مرة أخرى بقيادة مدربهم أحمد حسام ميدو، اللي نجح بشكل كبير جدا أنه يعدل من معنويات نادي الإسماعيلي في الفترة الماضية. أما الاتحاد السكندري بقيادة المخضرم زوران حتى نهاية الشوط لم يكن لهم أي تواجد في هذا الشوط. عموما انتهى الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي على الاتحاد بهدف واحد سجله الشامي في الثواني الأولى من اللقاء. الشوط الثاني من لقاء الاتحاد السكندري والإسماعيلي ضمن مباريات الأسبوع رقم 17. أعتقد أن بين الشوطين بدأ يظهر حالة من التوازن النفسي عند لاعبي نادي الاتحاد بعد صدمة الهدف اللي سجله النادي الإسماعيلي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. هذا الشوط يمكن دفع زوران بكل عناصر الهجوم، يعني بدأ في نص الأول محمود عبد العزيز بدل محمد محمود، ودفع بالأجنحة عبد الغني محمد وإسلام عبد النعيم وأحمد عيد، وأخيرا كان أموتو أوجستين بدل كريستوفر موبولولو، في حين أن ميدو دفع بمحمد عبد السميع وعمر الوحش ومحمد بيومي وياو أنور خلال الشوط.
هذا الشوط شهد بدأ ضغط يبقى فيه من نادي الاتحاد السكندري، بدأ يزيد من لعبه في منتصف ملعبه عشان يقدر يظهر. محمود علاء بدأ يكمل مع زمايله كالعادة كلاعب من اللاعبين اللي بقاله أكتر من 3-4 أسابيع بيتحط ضمن قائمة أفضل لاعبين الأسبوع، يعتبر من نجوم فريق الاتحاد المعار من نادي الزمالك. بدأ الاتحاد يضغط وبدأ الإسماعيلي يحاول ان هو يقفل، باستثناء انه يستخدم ياو وفراس ومحمد الشامي ان هم يعملوا هجمات، لكن كانت كلها بتتوقف امام دفاعات نادي الاتحاد السكندري. محاولات كثيرة جدا من فريق الاتحاد السكندري لإدراك التعادل، وقد أتى التعادل في الدقيقة 34، ونقدر نقول إيه تعادل يعني جاء من رحم الصعوبة. ركلة حرة مباشرة للاتحاد السكندري من ناحية الشمال بره المنطقة، تصدى لها هشام صلاح الظهير الأيمن، رفعها. كان في اتفاق بينه وبين محمود علاء ان محمود علاء هيأتي من الخلف عشان يلعبها بالرأس. بالفعل دخل محمود علاء وصوبها بالرأس على شمال محمد فوزي. طبعا توقف الملعب فترة طويلة قوي انتظارا لقرار محمد عباس أبيل ويوسف البساطي حكام الفار، اللي خدوا قرارهم باحتساب الهدف لنادي الاتحاد السكندري في الدقيقة 34 ليتعادل محمود علاء ويسجل لنادي الاتحاد ثالث الأهداف في هذا الموسم. واعتقد انه هيضع نفسه ضمن افضل المدافعين في الدوري، انتظارا لان ممكن يكون له دور مع المنتخب المصري، وده هدف من اهداف محمود علاء. بدأ يضغط الاتحاد محاولة لانه يسجل، كانت في مؤازرة جميلة جدا من جماهير الفريقين. هنلاقي ان عجبني قوي ان ميدو كان بيلعب في هذه المباراة بنوع من الدافع المعنوي اللي لعبته، واعتقد ان ميدو بدأ يضع كيمياء كويسة في فرقة الاسماعيلي. النهاردة بعد ما شفت ماتش الاسماعيلي والاتحاد ادرك ان الاسماعيلي في طريقه انه يحل مشكلته، وانه يقدر الدور الثاني يتخطى عقبات كتيرة جدا، لان النهاردة كانت محاولة جميلة جدا من الاسماعيلي انه يحاول انه يوصل لمرمى الفريق الخصم ويحاول انه يكسب، ودي كانت من دوافع الاسماعيلي زمان. النهارده الاسماعيلي ظهر بشكل انا عن نفسي راضي عنه، ومش قلقان على نادي من الانديه الجماهيريه الكبيره اللي كلنا كنا قلقانين على هذا النادي لانه ممكن يقع. ميدو قدر يعمل حاله جميله جدا في فرقه نادي الاسماعيلي وبيقودهم باقتدار في هذا الدوري. بكده يبقى النهارده على فكره كان اتلعبت الظهر. النهارده كانت النتائج عجيبه جدا. في ملعب المحله حرس الحدود فاز على المحله 2-1، في ملعب الداخليه فاز اسوان على الداخليه 2-1، وفي ملعب سيراميكا كليوباترا فاز انبي على سيراميكا كليوباترا 1-0. واللقاء ده كان بيتلعب في وقت مباراة نادي الاتحاد السكندري. مباراة الاتحاد انتهت بالتعادل 1-1. كان سجل الشامي في الثواني الأولى في أول 27 ثانية هدف للإسماعيلي، وتعادل الاتحاد في الدقيقة 34 أو الدقيقة 77 من الشوط الثاني. بكده يرتفع رصيد الاتحاد السكندري ل 27 نقطة وينهي الدور الأول في المركز السادس. ومن زمان ما شفناش الاتحاد السكندري وهو في الجدول بشكل زي كده. لعب 17 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 3 وهزم في 6. له 17 وعليه 17 وله من النقاط 27 نقطة. الإسماعيلي يتحرك خطوة بتعادله، يعني الإسماعيلي 13 نقطة والداخلية 13 نقطة. يمكن الداخلية تأخر بفارق الأهداف، لكن الإسماعيلي لو عنده 13 نقطة نقدر نقول نقطة ال 16 قدام منه وال 18 يعني ماتش أو ماتشين الفرق اللي قصاده لو حب الإسماعيلي. وأنا شايف الإسماعيلي ممكن الدور الثاني يقدر يعمل حاجة كويسة. الإسماعيلي هيكون عنده لقاء لكنه يبدو هيتأجل مع النادي الأهلي. هنروح لإحصائيات هذا اللقاء اللي انتهى بالتعادل 1-1. الاتحاد السكندري صنع هدف، الإسماعيلي لم يصنع. الاتحاد لعب بطريقة 4-2-3-1، الإسماعيلي لعب بطريقة 4-3-3. كانت تسديد على المرمى، الاتحاد سدد 14 تسديدة منهم كورتين على الهدف،
واحدة جت وواحدة لأ. الإسماعيلي سدد 9 منهم 4 على الهدف، وكان المهدي سليمان بيتصدى لأكتر من كورة. تسديدات اتصدت الاتحاد اتصد 3، الإسماعيلي صد 1. مفيش ركلات جزاء. التمريرات العرضية 20 للاتحاد مقابل 4 للإسماعيلي. الأخطاء 13 على الاتحاد مقابل 18 للإسماعيلي. التسللات تسلل على الاتحاد 1 مقابل 6 على الإسماعيلي. الركنيات الاتحاد له 3 ركنيات والإسماعيلي له ركنية واحدة. الإنذارات حصل نادي الاتحاد على 3 إنذارات، الإسماعيلي لم يحصل على أي إنذار. عدد اللمسات كانت للاعيبة الاتحاد أكتر 743 مقابل 474 لاعيبة الإسماعيلي. التمريرات كانت طويلة جدا من الاتحاد 456 مقابل 165، وده يودي لك قد ايه الاسماعيلي كان قافل، وده بيحاول ان هو يقفل المساحات قدام لاعبي نادي الاتحاد. قطع الكرات الاتحاد قطعوا 6، الاسماعيلي قطعوا 5. التصدي صد اللاعبين للكوره الاتحاد صدوا ل 11، الاسماعيلي 16. الالتقاء الاثنين للاتحاد مقابل لا شيء الاسماعيلي، ونسبة الاستحواذ 61 للاتحاد مقابل 39 للإسماعيلي. ده كان تقريري عن هذه المباراة. بشكركم وإلى اللقاء في المباراة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.